بتبدأ أحداث الجزء التاني من الفيلم وبنعرف إن ساشا اتعينت في مدرسة بعد ما رجعت للمدينة وبيجي لها استدعاء من المدير بسبب خبر عاجل. وبنعرف إن ساشي كانت مقدمة إن بنتها تدرس منزلي، لكن تم رفض طلبها لأن المدير خايف بقبوله لطلبها إن الأهالي يطالبوه هما كمان، وبالتالي المدرسة هتخسر. وكمان المدير بيقول لها إن هي تم قبولها في المدرسة بسبب المفتش سمار، لأن أي حد ما كانش هيقبل بحالتها. وكمان قبول بنتها بيكون بسبب المفتش، وبيلمح لها ان الناس بتتكلم على علاقتها بيه لانها بتكون عايشه في بيته، وبينصحها انها تقدم لبنتها في مدرسه ليليه. وبالليل بيجي سمار واللي بيكون ضابط صديق للعائله، وبنلاحظ ان علاقته قويه بايشو بنت ساشي. وبنرجع بالزمن لوقت هروب ساشي من القريه المشؤومه، وبنعرف انها راحت لمركز الشرطه تعترف على نفسها بجريمه قتل راجبير. وبيكون سمار عارف ان راجبير كان بيتجوز كتير علشان يجيب الولد، ولما مراته كانت بتخلف بنت بيقتلها وبيضحي بالبنات لموسم الحصاد. ولما بيروح سمار لموقع الجريمة مش بيلاقي جثث ولا أي أثر لحد، علشان كده بيتم تبرئة ساشي. وفي اليوم ده بتكون ساشي ولدت بنتها إيشو، واللي بنعرف إن هي عندها حساسية من ضوء الشمس، لأن لو تعرضت للشمس بتتحرق. وبتعيش في المدينة في البيت بتاع أم سمار، واللي بيرفض إن هو ياخد منها فلوس. وبتكون ساشي خايفة لأن راجبير اختفى واحتمال رجوعه يكون خطر لأنه ممكن يقتلها، لكن سمار بيطمنها لأنه هيفضل يحميها. وبنشوف إيشو وهي بتلعب بلعبتها لكنها بتحس بحركة وإن في حد معاها، وفجأة بتفقد السيطرة على نفسها وبتخرج من البيت، وبتشوفها راني وبتروح وراها. وبنعرف إن في عصابة خطفت إيشو وراني. ولما بترجع ساشي مش بتلاقي بنتها، وبتكثف الشرطة عمليات البحث. وبتكون ساشي قلقانة على إيشو من نور الشمس، وبيطمنها سمار وبيوعدها إن هو هيدور عليها، وبيطلب منها إن هي ترتاح. وبالفعل بتنام ساشي، لكن بيجي لها تليفون إن هم عرفوا مكان إيشو من كاميرات مراقبة المحل. وبنعرف إن هي راحت القرية المشؤومة، وبنشوف إن القرية حصل لها جفاف في المحصول والخضار اتحول لزرع يابس. وبتلاقي ساشي عرايس معمولة من قماش فستان إيشو، وبتمشي وراها وبتوصل لمكان فيه شجرة، وبيطلع عليهم صبيان وبيحدفوهم بالطوب. وفي وسط الزحمة بنشوف راجبير وهو بيخطف ساشي، واللي بتتفاجئ إن هو لسه عايش. وبتفوق ساشي وبتلاقي نفسها في مكان تحت الأرض، وبيكون في واحد بيتكلم عن هروب ساشي وبنتها من 7 سنين، وإن هم نجحوا أخيرا إن هم يجيبوهم مرة تاني. وبيطلب راجبير إن هم يقبلوه في القبيلة مرة تاني، لكن بيقول له فير إن هو مستني قرار الزعيم. وفي اللحظة دي بيوجه فير أمر لساحرة بيكون اسمها داسي، واللي بتكلم الزعيم وبيوافق على قبول راجبير بعد ما ينفذ الأوامر. وعلشان كده بيؤمر فير إن هو محدش هيدخل ولا يخرج من القرية خلال 3 أيام علشان القرية ترجع خضرة مرة تاني، وخصوصا بعد العار اللي جابته ساشي وبنتها. وهنا بيؤمر فير إن هو يتم قتل ساشي والتضحية بإيشو للزعيم. وبتفوق ساشي وبتتخانق مع راجبير وبتطلب منه تشوف بنتها، لكنه بينزل عليها ضرب. وبتيجي داسي وبترش عليها بودرة بتخليها تفقد الوعي، وبيسحبها الأطفال لأوضة تحت الأرض بيكون فيها بابين وبيقفلوا عليها وبيمشوا. وبنشوف إيشو وهي محبوسة في أوضة، وبيجي ولد وبيديها مشروب عشبي، لكن إيشو بترفضه لأن هي بتفكره زي الدواء اللي ساشي كانت بتديهولها. وبتقول للولد إن هي عاوزة تشوف أمها، لكن الطفل بيقول لها إن هي تنسى أمها لأن داسي بقت أمهم دلوقتي. وبيقول لها إن أمه ماتت وهي بتولده. وبنشوف فيرو وهو ماشي مع راجبير وسط الحقول، وبيقول لها إن هو معرفش يقتل بنته لأنها بتمتلك قوة خارقة، وهي بتكون الطريق الوحيد لحل اللعنة، وكمان هي مفتاح قبوله في القبيلة مرة تاني. وبنشوف داسي وهي عند الزعيم وبتقول له إن إيشو بدأت تاخد المشروب العشبي. وبنروح لساشي واللي فجأة بتسمع صوت بنتها، وبتبدأ تدور بهستيريا وبتسمع صوتها ورا الباب، وبتشيل الخشب وبتلاقي وراه ممر. وبترجع تاخد الكشاف وبتبدأ تمشي ورا الصوت في نفس الوقت اللي بتهرب فيه إيشو وبتدور على أمها في المكان. وفجأة بتلاقي إيشو 3 بنات بيقولوا لها إن أمها عاوزاها. ولما بتمشي وراهم بتلاقي الشمس وبتكون مترددة تخرج لأن الشمس هتحرقها، لكنها بتكمل الطريق وبتخرج. وبتطلع سلالم البير، لكن عند آخر درجة مش بتتحمل الشمس. وفي الوقت ده بتكتشف الساحرة اختفائها، وبتعرف من ضلها إنها فوق وبتخرج تنقذها. وبنعرف إن الساحرة هي كمان عندها حساسية من الشمس. وبنروح للساحرة واللي بتعالج إيشو من الحروق، وبتصحى إيشو وبتديها الساحرة المشروب العشبي. وفي اللحظة دي بيجي فير وبيحذرها من موت البنت لأن بيكون في 3 بنات ما تحملوش قوة الزعيم، لكن داسي بتقول له إن هم كانوا من خارج القرية على عكس إيشو اللي بيكون عندها قوة خارقة، لكنه برضه بيحذرها لأن الزعيم لازم يتم شفائه علشان القرية تزدهر من جديد. وبيروح سمار للأرض مرة تانية وبيطلب من المحقق إن هو يبلغ القوات لو ما جاش الصبح.
وبيلاقي بير وبيدخل جواه وبيكتشف ان هو مليان انفاق. وبنروح لايشو واللي بتسأل الساحرة عن حروق الشمس، لكن داسي بتقول لها ان هو مش بيألمها لان ده سر قوتها، وبتطلب من ايشو تشرب المشروب علشان تكبر. لكن ايشو بتقول لها ان هي هتشربه لو حكت قصة، وبتحكي لها داسي عن اسطورة قديمة واللي بتتكلم عن الملك اللي طلب من الشمس ابن يكون ولد، ولما خلفت بنت رفضها فاضطرت الشمس انها تلعنه وحرقتها. وبتغرب الشمس لما بتكون تعبت من حرق البنت، فبياخدها الزعيم وبيربيها وبيفرح بيها لانه كان وحيد. ولما بتكبر البنت بتتجوز الزعيم، وبتفهم ايشو ان داسي بتحكي لها قصة حياتها، وبتسألها لو هيقبلها الزعيم، وبتنصحها داسي ان هي تخدمه باخلاص. وبتوصل ساشي المكان فيه امهات كتير وبيسألوها عن بناتها، وبتشجعهم ساشي ان هم يروحوا معاها ويقضوا على الخادمة. لكن لما بتبص وراها مش بتلاقي حد، وبتعرف ان هي بتتخيل. ولما بترجع بتلاقي راني متكتفة، واللي من الواضح ان هي بتكون مرعوبة من حد. وبتتفاجئ براجبير واللي بيعذب راني لحد ما بتموت، وبتعرف ان كل دي ذكريات المكان. وبنشوف ايشو اللي بتتألم من بطنها، وبيطلب الطفل مساعدة داسي لكن بتمنعه ان هو يقرب منها. وبنروح لساشي وبيجي راجبير وبينتقم منها وبيضربها بالكرباج، وبتتوسل له ان هو ينقذ ايشو لكنه بيرفض وبيفضل مكمل ضرب. وبتيجي داسي وبتهنيها لان بنتها بلغت. وبنعرف ان المشروب العشبي ده بيخلي البنات يبلغوا ايا كان سنهم علشان يتجوزوا الزعيم. وبتنهار ساشي لان بنتها عمرها 7 سنين بس، وبيضربها راجبير لحد الموت. وبيوافق الزعيم على جوازه من ايشو بعد ما بيشرب كاس البلوغ. وبيفرح اهل القرية لان الزرع هيزدهر من جديد، وبيتفقوا ان هم يتموا الطقوس في منتصف الليل. وبتجهز داسي ايشو للزواج، وبتاخدها علشان تكمل بقية الطقوس. وبيقابل فير راجبير وبيتفاجئ ان هو قتل ساشي لانه كان عاوز يقطع راسها قدام القبيلة علشان تكون عبرة للباقيين. وعلشان كده بيرجع راجبير لساشي، وبيسمعوا خادم ايشو وبيروحوا علشان ينقذوا ساشي. قبل ما يوصل لها راجبير ولحسن الحظ بيقابل سمار وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له ان كل الاطفال من نسل الزعيم وما يقدروش يخرجوا للشمس، وان الطريقة الوحيدة علشان الزعيم يفضل عايش هي بتكون التضحية بتاعت ساشي، واللي بيكون عبارة عن جوازه من بنت صغيرة ما تقدرش تشوف نور الشمس. وبتكون ايشو هي الضحية الجديدة، وبيكون الطفل خايف عليها لان البنات اللي قبلها ماتوا وما استحملوش الزعيم، وما بيكونش في طريقة للهروب لان الشمس هتحرقهم. وبيوصل راجبير لساشي واللي بتكون عندها قوة خارقة لان ارواح الامهات ساعدوها انها تنتقم، وبتتغلب على راجبير وبتعدمه. وهنا بيجي الضابط وبتعترف له ان هي قتلته، وبيروحوا المكان ايشو. وبيجي فير وبيمنعهم، لكن سمار بيقول لايشو انها تنقذ بنتها وهو هيحارب فير واهل القرية لوحده. وبتوصل ساشي، لكن ايشان بتكون دخلت للزعيم وبتحارب داسي وبتحتقرها، وبتقول لها ان هي مجرد خادمة. وبتتأثر داسي خصوصا ان هي بتكون حاسة ان الزعيم اتخلى عنها علشان مراته الجديدة ايشو. وبتدخل ساشي وبتدور على بنتها واللي بتكون في صندوق، وبتكون هتمشي لكن بتخرج واحدة شبهها وبتاخدها ايشو وبترجع للصندوق، لكن بتخرجها ساشي. ولحسن الحظ بيرش الزعيم بودرة بتخلي ساشي تفقد وعيها، وكمان بيسيطر على ايشو. لكن بتيجي داسي وبتحاربه وبتنقذ ايشاني، وبتيجي الشرطة وبيهرب اتباع فيرا وبيقبض سمار عليه. وبتخرج داسي وايشو من البير، وبتطمن ساشي لما بتحس بحنان داسي على بنتها لما بتغطيها من الشمس. ولسوء الحظ بتمسك السلسلة في رجل ساشي وبتسحبها للبير. واخيرا بتقول ساشي للساحرة ان هي لازم تقضي على الزعيم. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.